اهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله الفيديو ده هنتعلم سوا ازاي نعمل الايد اللي عندنا دي. خلينا بقى نبدأ واحدة واحدة. اول حاجة اعملها ان انا هسحب ال 3D كارسر من شيفت والرايت كليك بالماوس، اسحبها واحطها هنا بالمنظر ده. هاجي بقى من الكيبورد وادوس شيفت وحرف الاي واحط سلندر. عايزة بس افتح لكم السكرين بالمنظر ده. تلاقوا هنا الاختصارات زي ما اتعودنا. حددت هنا الاسطوانة اللي عندي، بفتح هنا فوق الشفافية، وبعدين السكيل احنا بقى خلاص اتعودنا على الاختصارات يعني ان شاء الله. ندوس حرف الاس واحاول ان انا اجيبها على قد الايد بالظبط. هنيجي بقى من الروتيت او حرف الار، وانا دايسه ار بحرك الماوس شمال شويه كده بس كده. هاجي عند حرف الجي او الموف تول وارفعها بالشكل ده كده، اكبرها سنه بسيطه بس عشان تبقى على حدود اللون الاسود اللي عندي ده. بقت عندي بالشكل ده. هاجي بقى وانا محدداها برضو، هاجي عند الايديت مود او زي ما انتوا عارفين انا بحب اسميه المصنع. هاجي بقى من هنا لحد ده ادوس حرف الاي بالشكل ده. بعدين هاجي ادوس حرف الجي واسحبه لجوه شويه، جي واكس سنه بسيطه، وهنزله تحت حاجه يعني صغنونه خالص. هاجي بقى ادوس كنترول وحرف البي علشان يعمل لي بيفل. لو انتوا مش ظاهر عندكم ان هي متدرجه كده، هتيجوا من تحت سيجمنت ونخليها رقم 4. بقت عندي بالشكل ده. خلينا بقى نلغي الاكس راي، نطلع الاول بره الايديت مود ونلغي الاكس راي. بقت عندي بالشكل ده، يعني ما تتخضوش هتطلع لنا ان شاء الله شكل الايد. ارجعها لورا شويه اشوف من الزاويه دي. تمام. هنيجي بقى من الجنب كده علامه المفك دي، حاجه اسمها add modifier. بنزل عند حاجه generate وحاجه اسمها subdivision surface بالمنظر ده. هعلي هنا الليفلز فيو بورد وهاجي عند الايديت مود علشان اعدل عليها شويه. هفتح طبعا الاكس راي كده، وبعدين هدوس حرف الاي او من الجنب انسيت فيسز، حرف الاي بالشكل ده. خلينا نشوفها من هنا، سلاش الاي ادخلها جوه شويه، وبعدين هدوس اس صغرها سنه وادوس اي واطلعها لبره كده. فهمتوا الفكره؟ وبعدين هدوس حرف الاي. جبت الماوس من ايدي، بقت عندي بالشكل ده. اعلي هنا الليفلز فيو بورد واخلي هنا اوتو سموث. بقت عندي بالشكل ده. هاجي اعمل ايه بقى؟ هاجي اخدها شيفت وحرف الدي وهي متحركه لي كده، اقول جي اكس. طبعا انا مش هسيبها كده، انا هاجي ادوس رايت كليك واقول له ميرور. بقت لفالي بالشكل ده. تاني ميرور كده. بقت عندي لفة سنة بسيطة. ممكن بس من الجنب ده تكبر سنة. اجي احدد اس واعمل كده، والناحية التانية برضو اس يكون الدراع عندي بسيط. وبس هو كده الايد عندي اتعملت. بقيلي بقى بس الخطاف او المفك بقى اللي شكله اللي تحت ده، وده بسيط جدا. جدوس شيفت رايت كليك عشان 3D كارسر، ومن سيركل اختارها بس هنا وهي عندي الفيرتس 16. هكون متأكدة ان هي 16 مش 32 او 8. تمام. هاجي بقى الغي ده، ندوس سلاش، وبعدين هاجي ادوس روتيت كده. ظهرت لي القائمة اللي تحت دي، هقول رقم 90. بقت عندي بالشكل ده. هاجي من فوق اعملها كده وبرضو هخليها 90.
بقت عندي بالشكل ده. هاجي ادوس سكيل او من هنا من موف تول انزلها سنة بسيطة واخليها كده زي ما انتم شايفين كده. هنيجي بقى نعمل ايه؟ هنيجي ندوس زرار التاب او من فوق من edit mode هنختار edit mode واقول له حرف ال F بقت عندي بالشكل ده مقفولة، واقول له E حركها في اتجاه الواي بقت عندي بالشكل ده. هاجي افتح الاكس راي كده هتوضح لي اكتر. هاجي ادوس وانا محددة كده الفيسز، ادوس هنا اتاكد ان هنا الوشين اتحددوا لي من الشكل ده تمام. هاجي ادوس حرف الاي اصغرها على قد الحد الاسود اللي تحت ده بالظبط بقت عندي بالشكل ده. هاجي هنا عند الفيرتسز من فوق والغي الاتنين اللي في النص دولت كده، اقول له اكس فيرتسز بقت عندي بالشكل ده كده. انتهى البتاع. هنحط طبعا اخر حاجة زي ما احنا عارفين subdivision surface من modifier generate subdivision surface، وهعلي سنة بسيطة اخليها على 2 افضل. اتأكد ان البتاع بتاعي كل حاجة تمام. هرجعه بس لورا حاجة كده بسيطة وهتوضح لي بقت عندي راحت فين بقت عندي بالشكل ده واضحالي بالمنظر ده. ممكن اصغرها سنة بسيطة بسيطة دي كده. هاجي طبعا ادوس شيفت وحرف الدي وجي في اتجاه الاكس وهدوس حرف الار او روتيت من فوق وبقت عندي بالشكل ده كده. يعتبر ان احنا خلصنا الشكل بتاعنا، مش باقي عندنا غير ان احنا بس الاضاءة وشوية الماتيريال يعني اللي هنحطها للمجسم اللي عندنا. في الاخير لو في اي حاجة تانية طلعت لنا مشكلة ممكن نحتاج ان احنا نعدلها. متحمسة اوي ان احنا نكمل بقية المجسم ده. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية.